ازاي قلمك بيكتب؟ القلم هو اختراع من اعظم الاختراعات اللي عرفتها البشرية. كان في البداية عبارة عن حتة قصب بيتكتب بيها على ورق البردي، وبعد كده بقى ريشة، واتطور لانواع اقلام كتير اخرها القلم الجاف اللي كلنا ما نقدرش نعيش من غيره دلوقتي. تخيل كده لو كانت الحياة من غير اقلام، كنا هنكتب بصوابعنا ولا ما كناش هنكتب اصلا؟ ولا لو ما كانش فيه كتابة ما كانوش هيخترعوا الكيبورد، ومن غير كيبورد ما كنتش هتعرف تفتح الفيديو ده؟ فنحب نشكر السيد لويس ووترمان والسيد لازلو بيرو والسادة قدماء المصريين والسيد الرئيس محمد مرسي على اختراع الأقلام المختلفة اللي ادتنا الفرصة اننا نوريكم الفيديو ده دلوقتي. تقريبا كل بني آدم في مصر وفي العالم بيستعمل القلم، بس كام واحد فكر القلم ده بيشتغل ازاي؟ لو ما تعرفش، فالقلم عبارة عن أنبوبة فيها حبر، سر عملها إن في الآخر سن مدبب في كرة صغيرة بيبقى قطرها من 5/10 ل7/10 ملي، بتنقل الحبر من الأنبوبة اللي وراها للورقة اللي قدامها أثناء ما القلم بيتحرك. الفكرة بسيطة جدا، لكن شفت غيرت قد إيه؟ مش الهدف من الفيديو ده إنك تعرف القلم بيشتغل إزاي، الهدف إنك تعرف إن قد إيه فكرة بسيطة ممكن تغير كتير، زي القلم الجاف اللي غير حياتنا كلها. حاول تتأمل في كل حاجة انت بتستعملها حتى لو صغيرة، وتشوف هي بتشتغل ازاي. يمكن فكرة صغيرة تقدر تخلق بيها فكرة كبيرة في دماغك تغير بيها حياة الناس كلها بعدك. اطلع يا ابني بالتتر.